السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين أمركم بخير إن شاء الله، تكونوا في صحة جيدة. الإخوان، اليوم الخبر اللي غادي ندوي عليه ما كاين لا مرض ولا حتى شي حاجة، كلشي غير كذوب، كلشي غير توحيط، وكاين الدليل وكاين الاوديوات. الله ينجينا ونجيكم. هاد الناس ما بقاوش عارفين راسهم اش غيديروا بالدليل. يعني الدنجاله كتكذب، دخلوا تعرفوا وتسمعوا الاوديو اللي باللسان ديال العائله الكريمه ان شاء الله، اللي كاع الناس كيخرجوا كيقول لنا واش نتوما زعما ما عندكم والدين، واش هادشي عجبكم؟ حنا بالعكس هادشي ما عجبناش. انا ما كنجيش مع هادشي ديال البنات وداكشي اللي كيديروا كله ما كيعجبنيش، وانما انا اللي دويت عليه هي الام، هي اللي كتحضن الام، هي اللي كتجمع وليداتها. ولكن كيفاش توصلوا لهذا المواصل؟ كيفاش هاد البنات ما كيحملوش امهم؟ السؤال المطروح، علاش هاد البنات رجعوا كيديروا لامهم بحال هكا؟ علاش ما بقاوش كيحملوا فيها الشعره؟ الناس كتقول لك السحور، كتقول لك هذا داكشي خطيونا منه، كون كان السحر يداوي كون داوى غير مواليه. حنا غنشوفوا هاد البنات كيفاش شكروا الام ديالهم. ونرجعوا للنقطه اللي هي خصنا نركزوا عليها كاملين، بان المرض اللي كدعي بالمرض كاين اوديو. دابا السيد اللي كيقول لكم اودي بعدو منها صافي راه ما كاين حتى شي حاجه، غنحط لكم الاوديو غتسمعوه ان شاء الله. غير غادي ندوي واحد شويه، غنقولوا بان هاد المرض وهاد التوحيط وهاد البكاء. انا بزاف ديال الناس شافوا هاد القضيه ملي هي ناعسه في الباياس، واش اللي مريضه، واش اللي خارجه غادا تركب في لومبيلونس غير هازينها شاده بالي طيح، شاده بيديها بجوج في الباياس. يلاه جاوبوني، واش اللي مريضه كدير بحال هكا؟ حنا دوينا البارح في الصباح داك الفيديو ولا البارح، يعني كل نهار كنشوفوا واحد شي حويجات، ولكن داكشي باين بلا ما نبقاو كل نهار داويين وكل نهار غادي نبداو نهضروا. حنا هادشي كله مرضيناش بيه وما باغينوش، وحنايا ضد بان البنات يخرجوا ضد امهم ولا يعايروا امهم ولا يسبوا امهم. انا ضد هاد الفكره هادي، ولكن كنقول انا السبب حنا عرفنا شكون هو. غير هي الناس دابا اللي كانوا كيدوي، كل واحد مسكين كيفاش دوا، كيفاش عبر، كيفاش دار موسيقى، كيفاش دار قال الله قال الرسول. حنا معاكم بان البنات يحترموا امهم يحترموا والديهم، ولكن كنشوفوا كيف ما قلت لكم بان التربيه راه من الاساس. لهذا الاخوان والاخوات غتبقاو معايا باش غنسمعوا هذا الاوديو هذا ديال بان راه ما كاين لا طونسيون، ما كاين لا جلطه. لان الا بان كي قالوا الاخوات اللي هما كيفهموا في الطب ولا دايز علينا كاملين كنعرفوا بان الناس كاين اللي جاتو جلطه ما كاينوش منها، قليل يا قليل. يعني شحال من واحد مسكين جاتو جلطه دماغيه، يعني قليل. يعني هاد القضيه ديال الجلطه وديال هادو ديال الكوليخ، الناس اللي ما فاهمينش في الطب حنا كنسمعوا، ولو ما فاهمينش كنسمعوا الناس بان الانسان ملي كتجيه جلطه ما غينوضش ما بين ليله ونهار، كيبقى في العنايه. يعني كيبقى كتشوفيه غير من الجاج، ما كتشوفيه ما تهضري معاه. ايوا ما تستحمروش الناس. يعني تلا الناس بان وقفوا معاها وضامنوا معاها، ماشي حتى لهاد الدرجه هذه تستحمروا الاخوان. وتا الناس دابا اللي كيوقفوا معاها واللي كيقولوا كلنا فلانه كلنا فلانه، ايوا ما تضحكوش على الناس بان الجلطه الدماغيه راها ماشي كلمه وكتقال، راها صعيبه. بان الانسان كتجيه جلطه وداكشي فيه عيد الضحك ما بين ليله ونهار. كنشوفوا السيده بانها راها ما كاين حتى شي حاجه، راها غير كاعيه وطالع عليها الدم، كاع كنكعوا وكاع كيطلع لنا الدم وكاع كنوليو ما حاملين شهر يوصنا. بعد المره ريوسنا حنا ما كنحملوهمش اكثر من الجلطه دماغيه. يمكن داك اللي كتجيهم الجلطه كيتهناو ويرتاحوا، ما يبقاو يشوفوا ما يبقاو يسمعوا. سمعوا لي، ما كيبقاو يشوفوا ما كيبقاو يسمعوا. وانما تقول الوحده بان جاتها جلطه دماغيه وكتنوض، وكيف ما شافوا الاخوان والاخوات بان الشارجور عند راسها والبورطابل شوفوا. حنا ما نغطيوش بالشمس بالغربال، حنا ضد هاد الافلام هذه، ولكن حنا معاها ومع البنات اللي هما ناضوا لامهم. انا ضد هاد الفكره هذه، لان الام ثم امك ثم امك، ولكن ما تقلبوش كل شيء في الزيرو وتقولوا بان البنات راهم قالوا. حنا البنات ما كنأيدش ان البنات يكونوا لا في الطريقه هضرتهم ولا في اللبس ديالهم، داكشي شغلهم. وانما
بان نسمعوا بان البنت كتهين امها ولا حنا غندورو نقولوا داكشي كيبقى بيناتهم، لان حنا ما عشناش نعاشوا لا هي ولا بناتها ولا راجلها، حيت كنا حنا كنفهموا كمتابعين ولا صحاب قنوات ما نجبدوهاش ما نهضروش عليها، ولكن الادسنس دارها. اخواتي هذا هو الاوديو اللي غتسمعوه ان شاء الله. ها هو خليكم معايا. هاي ميتو نتوما بغيتو لا نتوما لي اطباء. ما شاء الله. لا لا هاكا اي والله يستر. كيف سمعتوا اخواني اخواتي الاوديو اش كيقول السيده ما عندها لا ضغط ما عندها لا جلطه دماغيه، السيده مرتاحه مع راساتها، ولكن عطيوها الطاقه السلبيه الايجابيه، بركه من الطاقه السلبيه. دابا حنا اللي كنعطيوكم الطاقه السلبيه بصح عندكم الحق، لان لا المتابعين ولا صحاب القنوات هم يخصهم نعسه، انا متبعين القضيه ديالكم كيسحب لهم راه بصح، ولكن نتوما هادشي كله دايرينو غي تمثيل. ايوا اش غنقول لكم، المتبعين فيقوا وعيقوا باش تعرفوا بان راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا ضغط ما كاين لا سكر ما كاين لا كوليسترول ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير كذوب وتمثيل. لهذا غنقول لكم اخواني اخواتي ما تنساوش اللايكات والبارطاج باش تعرفوا الحقيقه في الدقيقه، لان هادشي بزاف 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 وباقي الشاضي قادم. الى اللقاء.